ياه عالحياة واخدانا في اتجاه تجري بينا السنين لحياة الفضائيين. نتي انا الشقلب لي كياني خلاني بقيت انا مش وحداني دلوقتي قدرت بجد شات والسيلفي رفع لي الكومنتات. انا مهما حكيت ازاي مبسوط لابتوب وتابلت شاب كيوت موبايلي خلاص قرب مسافات جي بي اس خرجني من المتاهات. انا كل حياتي بقيت ريتويت بعمل علاقات واي فاي في البيت عالبوست نشير كام ريكلام من فيلم الغن ولا احلى كلام بدل التليفون بقى فيه اتنين كفايه عليا اشيل خطين من واتس الفايبر حتى سكاي بتكلم فيديو جواب باي 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 وبقينا في عالم مش عالم فيه لينا مكان عايشين الدنيا وربنا عالم عايشينها ازاي. يا عالحياة واخدانا في اتجاه تجري بينا السنين لحياة الفضائيين. يا دي الباب يا دي الباب. انت يا وادي اللي بتبعت الرسائل المجهولة من الحبيب الولهان الى مدام عيشة. يا اهل المحبة ادوني حبة ابن المجنونة ده. ايه يا عشرش بتكلمي نفسك ولا ايه؟ يا اهل المحبة الدنيا يبقى انت اللي بتبعت لي جوابات وبتلعب بمشاعري. مشاعر ايه بس يا عشرش؟ دي اغنيه لعبد المطلب. عبد المطلب مين؟ بتاع رمضان جنى؟ عليك نور. قول لي وانت طالع ما شفتش حد نازل؟ لا ما شفتش. لا شوف مين؟ الواد سيد بتاع الفول. يعني الواد سيد بتاع الفول هو اللي بيبعت لي رسائل المجهولة؟ لا طبعا رسائل سيد بتاع الفول بتبقى ملفوفه في جورنان وجنبيها قرن في الفراخ. يا واد بطل سقالة، انا بتكلم جد دلوقتي. يعني بذمتك يا عشرش سيد بتاع الفول اللي يا دوبك بيفك الخط هيبعت لك رسائل حب وغرام؟ معاك حق بس انا هتجنن، انا بقالي اسبوع مش عارفه مين اللي بيبعت لي رسائل المجهوله دي. بس عرفت مين؟ هي الرساله اللي قبل دي كان اسمها ايه؟ كان مكتوب فيها ايه؟ كان مكتوب فيها حبيتك وبحبك وهحبك على طول. حلو. ودي كمان اغنيه لعبد المطلب. انا كده فهمت. فهمتي ايه؟ سي عبد المطلب بيبعت لي رسائل من العالم الاخر. لا طبعا يا عشعش لا طبعا. امال ايه يا نور؟ شغلي مخك معايا. عبد المطلب ليه اغنيه مشهوره جدا. ايوه رمضان جانا ومعروفه. ها ايه؟ يبقى مفيش غيره طبعا. قصدك عم رمضان كشاف النور؟ وليه ما يكونش عم فؤاد محصل النور؟ وليه ما يكونش طارق علام؟ طارق علام مين؟ بتاع كلام من دهب اللي بيجي في رمضان. ما اي حاجه بتيجي في رمضان شغل مخك. انا بصراحه يا عشعش مش عارف اشغل مخي وانا على لحم بطني. الا انتوا طابخين ايه النهارده؟ مش طبخين. ايه ده؟ احنا هنتسحر فين؟ مائده الرحمن. انت هتقعد قلب لنا وشك كده زي فرده الشراب اللي مش لاقي لها جزء؟ بص انا مش هرتاح غير لما اعرف مين اللي بيبعت لامي جوابات. بس اقفشه. يعني هتعمل له ايه؟ اقفشه بس واوريه. طب انت مش شاكك في حد؟ يا عم انا وصل بيا الحال اني شكيت في نفسي. طب وبعدين يا ابني؟ انا بفكر ابلغكم كلكم وهخلص بصراحه. لا بجد يا ميزو بص احنا لازم نعمل خطه نقفش بيها حبيب امك المجهول. تقريبا انا اللي هوديك لطريق مجهول. بقول لك ايه فكك من الحوار ده بقى وانا جعان. اه معايا حاجه؟ يا ريت عشان انا كمان جعان. بص المنيو ده شكله جامد جدا. وده ماشي اللي انت شايفه. عنده بيض بالصدوق. بيض مقلي. بيض مسلوق. بيض بالبسطرمه. بيض بالنعناع. بيض بالنعناع. يا عم شوف لنا الحلو ايه. حلو. بص يا عم عنده بيض بالمربى وبيض بالعسل. بيض بالمربى وبيض بالعسل. ما تشوف لنا حاجه جديده طيب. حاجه جديده؟ حاجه
بص، في حاجه اسمها شكشوكه. ايه الشكشوكه دي؟ ما اعرفش، هنعرف ازاي يعني؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي نسال البنت جوجل كده يمكن تقول لنا. ممكن. بص الوكو توكي ده بتاعك ده. انا بنت جوجل، أمور يا برنس. بقول لك ايه، هي ايه الشكشوكه دي؟ إنها أكلة. وانا قلت لك انها قصه شعر، ما انا عارف انها اكل، تتكون من ايه يعني؟ طب استنى كده هسيرش وارجع لك تاني. طب ما تطوليش. كده المطبخ عايشة حول. ايوه عايزه ايه؟ ما هي الشكشوكة؟ دي اكله. صدق كنت فاكراها لعبة يابانية. ما هي الشكشوكة؟ النمره غلط، فشل البحث. استني بس يا ماما، ده كنت بهزر معاكي. قولي هي ما هي الشكشوكة؟ الشكشوكه مكونه من بيض بالطماطم مع كمون ونعناع. ما هو مصدر هذه الأكلة؟ اصلها بيت جدي عبد الرحيم. ده بجد يا ماما؟ ايوه بجد، انكشحي بقى. طيب ماشي، روحي يلا عشان الحق اقول للولا ميزو. ميزو مين؟ ابن الجيران يا ماما، يلا سلام. ميزو حول. الشكشوكة هي بيض مع الطماطم. مبدئيا كده احنا ممكن نقفش اللي بيبعت الجوابات ده لماما من خط ايده. صح، بس على فكره دي اساسا فكرتي من الاول. انتي اصلا بتفكري. انا بفكر على فكره، انا كنت هقولها بس انت طول عمرك بتسرقي افكاري. والله انتي اصلا طول عمرك بتغيري مني ومن ذكائي يا غبيه. انا غبيه يا حراميه الافكار يا حراميه. خد بس بس ارحموني، انا مش ناقصاكم. معلش نهدى شويه كده، نهدى أنا شويه هديك الموضوع. خلاص. بقول لك ايه يا عائشه، نعم. قبل المرحوم الحاج ابو ميزو الله يرحمه الله يرحمه. كان ليكي تجارب عاطفيه اخرى؟ ما تلم نفسك يا عم انت، ما تراعي ان انا واقف برضه. الحقيقه ايه يا ماما؟ يعني اكذب عليك ولا اقول لك الحقيقه؟ وبعدين ده انا كنت زي القمر، وكانوا الف من يتمنوني، وكانوا بيجروا ورايا في الحته. ايوه يا طنط يا جامده، انت يا جامده. احكي لي يا طنط ايام زمان. رجعتوني لايام زمان. احنا هنتسحب ولا ايه يا بنت انت؟ لا لا يا طنط خالص. ماشي يا عشر، ماشي خليكي معايا. قول. دلوقتي الراجل ده كان في بينكم مثلا خطوبه؟ ها؟ مش خطوبه بالمعنى المفهوم، هو كان في ربط كلام كده بيني وبين واحد جارنا. جاركم ايه يا ماما؟ وربط كلام ايه يا ماما؟ انت ليه يا ماما ما قلتيش قبل كده ماما انت مخطوبه وربط كلام؟ معلش معلش يا روت، معلش يا حبيبتي، نهدى شويه نهدى شويه يا ماما، انا عارف ان الموضوع محرج ومقلق بالنسبه لك، وبعدين انا مش هخلص من اخوك الاقيك. كمل يا عم. ها بصي بقى دلوقتي، الراجل ده كان بيبعت لك جوابات. يا لهوي، ده كان علي شاعر. ايوه يا جامده، وسهر الليالي بقى والحب واللفلف، كان شعره حلو يا طنط. يقرف، ولا كنت بفهم منه حاجه. كنت بتقري لي. هي الجوابات دي لسه عندك؟ ايه لسه عندك الجوابات دي يا ماما وبابا؟ حرام عليكي حرام عليكي. خلاص انا هقوم اجيبها. ايوه هات لنا الجوابات، هات لنا الجوابات بسرعه يا عاش. ايه في شي يا رود؟ ايه في شي؟ ايه في شي؟ ايه في شي؟ اسكتي، انت ليك ان الراجل ده يجي متكتف ومربوط تحت رجلك، صح؟ ولما نجيبه متربط هنعمل فيه ايه؟ انا اريد حيا او ميتا. حيا وميتا. طب بص، لو ما جاليش متربط هربطك مكانك. الجوابات اهي. هاتي وريني. ايه ده دي جايبهم كلهم يا معلم. دي في صندوق الذكريات. نقرا بقى نشوف مين. الاستاذ علي الانسجام. ايه ده، هو كان بتاع كشري؟ ما هو كاتب اهو. اقرا ايه مبدئيا كده يا جماعه؟ ايه؟ احنا نطلع استاذ انسجام ده من دايره الشك، بس نرجعه دايرة الانتقام. ليه بقى يا عبقرينو؟ لان الاستاذ خطه حلو. هو يعني عشان خطه حلو تحرموه من حب عمره وعشق حياته؟ لا يا عشر، بس كل الحكايه ان احنا لو قارنا خط الاستاذ انسجام بخط الاستاذ الحبيب المجهول هنلاقي ان الاستاذ انسجام خطه مرتب وحلو، انما اللي بيبعت لنا الجوابات ده خطه متفعكش، محدش بيعرف يقرا منه كلمه. تصدق جدع يا واد. ماما، نعم. انت عارفة عنوان استاذ انسجام ده؟ كان ساكن في عابدين بس عزل.
وكمان عارفه انه عزل. طب هو راح سكن فين؟ راح سكن مطرح ما سكن ابوك والله يرحمه. امك بتبعتنا يا ميزو. حولنا. كمان ساكن في التراب. حبيتك وبحبك وهحبك على طول. يا اهل المحبه اسال مره عليا. الله يا روز، الله، ده كلام رومانسي قوي. رومانسي ايه منك فيها؟ ده بيحب جدته. جدته فين اغاني عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، ماما زمانها جايه. لا شحات الغرام. يا بخته. ماما نعم. ايه رايك تردي على رسايله؟ ارد ازاي وانا ما اعرفش هو مين ولا اوصل له ازاي؟ يا هبله يا بنت الهبله. صح يا طنط. لا تسيبي له رسايلك مكان هو ما بيحط الرسايل بتاعته. جدع يا بت. هكتب له. تكتب له ايه؟ من انت؟ من أنت؟ صح يا ماما، وبالطريقه دي هيدينا اي علامه على شخصيته او مدلول نعرفنا مين هو. يا جامده يا روز، نجيب ورقه وقلم ونبتدي نكتب. مبسوطه؟ الورقه اهي. فين القلم؟ مفيش قلم. هروح احطه بشويش، بس انتوا بقى عايزين هدوء علشان اول ما يجي يستلم الجواب نقفشه على طول. خلاص. روحي انت بس يا عيشه. بس ما حدش يضربه. لا احنا هنضرب ضرب ايه بس؟ يا ماما انت ربيتيني على كده هضربه. ما يصحش هنضرب يعني. لا 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 عيب راجل كبير يعني. نضربه. ده انا هنفخه. ده انا هبلعه. سيبهولي سيبه ده انا هنفخه. بابا تعالي. هاتوا انا جايب اهو. هاتوا لي هنا هاتوا لي هنا. قلبه بقى هنا. لا نزله. اعدلهولي سنطرهولي اوعى انت وقعت. لا ثانية واحدة، انت وقعت ولا حد سمع عليك؟ ده احنا هننفخك هيليوم اسيبك في السقف في يومين. اثبت بقى بنت ده بيرفص والله العظيم لو نهقت ما هسيبك. استنوا يا جماعه، الريحه دي مش غريبه عليا. هو متكلين؟ لا رشش جاز. ما تشيلوا بقى الغطا ده، عندي فضول نفسي اعرف مين. حاضر. عرفت انا مين؟ يخرب بيتك يا اخي هو انت؟ وانت ايوه انا يا بني ادمين يا شارلوك هولمز منك ليه؟ يا معدومين السنس. صدق نسيتك ياض. حبيب قلبي معلش، انت اتبهدلت يا حبة عيني، معلش. انا اتشحورت بالجامد يا عيشه. معلش يا عم. لا حول ولا قوه الا بالله، وانا بقول الريحه دي مش غريبه عليا. انا سامعه. ايه؟ ايه؟ تعالى هنا. الفشيخ. جاب الرسالة. رسالة ايه؟ ايه؟ خد الجواب التاني وحط الجواب ده، بس انا ما لحقتوش. ايوه عشان تتشطروا عليا. ما ردش عليا. تتشطروا عليا. خلاص بقى. ايه اللي مكتوب؟ ايه اللي مكتوب؟ انا العاشق سيء الحظ، امر على ساحل الحب القي سلام. رومانسي قوي. ده طلع من ساحل العاج. ساحل العيل ايه؟ ساحل العاج ايه يعني؟ ما بيقول لك اهو من دار السلام. دار السلام ايه انت وهو؟ دي قصيدة لمحمود درويش اسمها أنا العاشق. صل على النبي، اختك دارسه يا جدع. يا جماعة احنا نستفاد ايه بالكلام ده؟ احنا عايزين نبقى كلنا متجمعين عشان نعرف نقفشه. صح امتى؟ أنا عندي حتة فكرة. ايه؟ قول. ماما تكتب له رقم تليفوننا على الرسالة وتسيبها له، نقوم نعرفه من صوته. صح. فكرة يا بنت. حلوة قوي الفكرة دي، بس افرضي يا اختي طلع اخرس. يا دي النيل. نقفشه من رقم تليفونه، مش عندنا اظهار رقم الطالب. عش الله، كان نفسي اعيش حالة الحب دي من زمان. ايه ده؟ شوف امك يا عم. ماما كان نفسي احضر فيلم اكشن. يا بختك يا ماما. شوف اختك يا عم. رد انت بقى. مش راضة. ردي، انا زهقت من التليفونات. قلت لك 20 مرة يتكلم ومحدش بيرد، أنا مش راضة. ما هو ما بيردش عليا انا كمان. ردي. الو الو، ما ترد يا حيوان. يا بقى في رد. ميزو. لا ميزو خرج. نقول له مين؟ خلاص اوكي. محمود. وبعدين بقى في التوتر ده استني انت بقى. الو الو
ما تتكلم، رد. انت فاكر انك هتفضل مخفي على طول؟ قد ما عمري طول. ايه قلة الحياة دي؟ استني اشوف اظهار الرقم. مفيش نمرة. وده معناه ايه؟ يعني انه بيتكلم كابينة من الشارع. هو الكابينة في الشارع ما فيهاش رقم؟ اكيد طبعا، يعني ماما لهاش رقم. ما تتحمقيش عليا قوي كده، دي حتى طيب. فكرتك بتاعت التليفون كانت غبية. طب ايه الحل دلوقتي؟ مفيش غير حل واحد، اللي هو اظبط معاه ميعاد. يا ميزو حرام عليك كده، ده تمن كيس سكر تشده. مش قادر، امي بتتظبط. تظبط ايه بس؟ وبعدين انت فاكر نفسك كده متخفي؟ امال ايه اللي انا لابسه ده؟ يا ابني ده اللي ما يعرفكش ويشوفك هيقول ان انت. بقول لكم ايه، احنا ازاي هنعرف ان الشخص ده هو الشخص المقصود المستهدف؟ يا ابني انت هيكون لابس بدله وحاطط في جيب البدله ورده حمراء وبعدين ما هو هيجي يكلمها. الحقوا في حد رايح يكلمها. لو سمحت. انت؟ يعني ينفع؟ طبعا. ايه ده؟ احنا نقف نتفرج عليهم كده وهم عمالين يظبطوا في بعضيهم؟ بصراحه المشهد مؤثر قوي يا ميزو. مؤثر ايه يا عديم الادب انت؟ يعني ترضى اقعد اتفرج على امك وهي بتتظبط؟ ما تجيبش سيره امي على لسانك. ما انت بتتفرج على امي يا اخي. بس اهدوا شويه، ما ينفعش ميزو احنا اللي نتحرك، انت لازم تاخد المبادره والخطوه الاولى. يعني هو الموضوع كده يعني؟ ماشي يا عم ماشي. وانت بقى اللي عرفنا وعمال تبعت رسائل لماما وتظبطها؟ رسائل ايه؟ ايه انت هتستعبط ياض؟ قول الحقيقه. ده انا بقول للانسه كلام جميل وكلام معقول. ده انا بستأذنها في كوبايه الميه يا جماعه، في ايه؟ ميه. إني رأيتكما، إني سمعتكما. انت دكتور عيد، عجلين عوضين. يعني انت فيه يا ترى شخص يهمك، شغلك ومشغول بقلبي. والشخص ده موجود هنا؟ يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. اللي مني مزعلني. اللي مني مزعلني. اللي مني ايوه الورده مزعلني. الوردة. جفنه أصابه الورم بمبرم. تستاهل اكتر من كده. وكل ده علشان بحبك. اخرس، بتحبني في عينك. وبعدين انت عشت لي في دور اللهو الخفي ده، انت جننتنا. بس بذمتك ما كنتش عاجبك. قولي لي الجواب بتاع امتى الزمان يسمح يا جميل ونتمشى شويه على شط النيل وصلك يا عيشه؟ كنت نفسي اقابلك يا عيشه واخد منك ميعاد ونتمشى كده نشرب 2 سكالانس ونأجر مركب، وانت تقعدي تقدفي في المركب وانا اغنيلك، انت تقدفي في المركب وانا اغنيلك. مين دي اللي تقدف؟ لا لا لا، فوق لنفسك. ايه في ايه؟ انت هتمثلي ولا ايه؟ امثل؟ ده انا يتمناني 1000. بقول لك ايه، خلي بالك معايا احسن اخليهم يحولوك قصر العين. والله كان نفسي ادخل مستشفى قصر العيني بس مجموعي ما يجيبش. طب كويس انك عارف قيمة نفسك، لازم كمان تعرف انت بتتكلم مع مين. انا بكلم حلم حياتي، حلم عمري. طب حلمك بس شوية اما اقول لميزو. لا ميزو لا، ده ضربه معلم في جفله. يبقى بقى تلم نفسك. طيب بس قولي لي بقى، انت ايه اللي جابك معايا العياده؟ صعبت عليا. والنبي صعبت عليكي. يعني مش قوي يعني بقى. انا ماشيه في حفظ الله. اتفضلي. ايه ده بس كده؟ لا طبعا، وبندهي على الحاله اللي بره وخدي الباب في ايدك. عيب.